أول شيء ينعاد عليكم بالصحة والعافية، لتعرفوا أنا من قلب إجازتي عم تابعكم. بداية أنا حكيت كثير عن الموضوع، سبق وشرحت عنه. أنتوا أوكي دفعتِ أو دفعت، بس شو النقطة وين؟ النقطة إنك أنت دافع وما كانت الشقة على اسمك بالبلدية، كانت على اسم حدا تاني، والدك أو اللي اشتريتها منه. ما عرفت علي كيف مثلا، أو حدا تاني. ما هو أنت عم تدفع عن هداك التاني مش على اسمك. لما صارت على اسمك اشتريتها، هن بدين انت عندك ما عملت نقل ملكيه بالبلديه وقت اللي اشتريت، كان لازم تعمل نقل ملكيه من وقت ما اشتريت. بالتالي لو انك عمل نقل ملكيه من وقتها بالبلديه كان خلص ما بيحملوك، بس بيرجعوا بيرجعوك من وقت تملكت الشقه وبدفعوك اياهم كله. اكيد يطلع عليك مبلغ كبير، مثل ما سبق وشرحت بالفيديو اللي قبله. فيك تقدم طلب تقسيط. هيدي هي النقطة. بس مش بس انت، كثير عالم وقع بهيدي المشكلة وبعدها ما عم تستوعب الامور. بس حبيت اوضح هيدي النقطة.